السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي الكرام، تحية لكم أجمعين. معكم أحمد عبد المجيد في كلمتين للخير إن شاء الله. هنعمل الكلمتين دول مقدمة للحلقة اللي كنت مفروض أعملها، اللي هي كيف سمع الطرش قول العميان. أنا قلت أتأنى في الحلقة دي شوية على أساس إن إحنا بنتفرج على الأحداث، وعلى أساس الواحد إما يقول كلمة يكون متأكد منها. طبعا انتوا عايزين اي جنازة وتشبعوا فيها الطيم، وعايزين قالوا وقلنا واي شيء يلهينا عن اللي احنا فيه. وفجأة بقت اهتماماتكم دلوقتي عركة ايران مع الصهاينة. الصهاينة تضرب ايه، واللي شمتانين في ايران اضرب يا جدع. ايران ترد، التصفير يشتغل، وسقفة للنبي، ومستنين الجولة التانية. وطبعا الميديا كلها محللين عسكريين، محللين استراتيجيين، وكل واحد بيشوف مكسبه فين في الليلة دي طلعه. عيال أرزاقية شغالة على النت 24 ساعة، كل دقيقة خبر هام. خبر هام. الواد اللي شغال مع الإخوان اللي اسمه عبد الرحمن مطر ده بيطلع لكم كل 5 دقايق بعنوان خبر هام، خبر مهم، خبر مستعجل، خبر حصري، وألوفات مؤلفة بتسمعه عايزة تعرف الهام والحصري. خير، ده روسيا قالت، ده بوتين اتكرع، ده بتاع الصين خرج ريح، بتقولوا عليه ايه، فسة، وكده هيحصل ونحتمل ونعمل. يخلص يطلع لك كناريا محمد ناصر يشقط واحدة من على البرنامج بتاعه ويعمل له كام مليون ولا كام ألف دولار، ويطلع يقول لك والضرب، وعلى رأي الشاعر وعلى رأي الفيلسوف، ويسرح باللي خلفوكم ويقول لك الحرب على الإسلام، وهو أول واحد بحارب الإسلام. محمد ناصر اللي ما بقولكش غير روح شوف قول طه حسين اللي كفر، وقول نجيب محفوظ اللي استهزأ بدينك وبربك وبرسولك في كل أفلامه، قال بيحذرك وبيقول لك ده ايه، حرب على الإسلام. وكله بيسرح باللي خلفتك ويقول لك الدور على مصر، الدور على مصر، وكأن مصر ما راحتش. مصر راحت من غير حرب. مصر راحت من غير حرب يا عالم يا منافقة، بدون ما ينضرب عليها طلقة. مصر نيلها راح وأصولها اتباعت واندينت لطوب الأرض. لسه النهارده ولا امبارح مديين لابن مليكه 4 مليار دولار ولا 4 مليار يورو الاتحاد الاوروبي، وافقوا له على قرض. طب القرض ده خده ابن مليكه ليه؟ علشان سواد عيونه ولا سواد عيون مصر؟ لا، لانه خان. وقف القافله، ما حركهاش، وسمع كلام ولاد خالته الصهاينه لما قالوا له مكان ما تقف القافله هو ده حدود اسرائيل. وبالفعل وقفها في مصر، وهي دي حدود اسرائيل اللي انتوا شفتوه. والمصريين بالكامل شكلهم كان يعر الكلب وهم واقفين يتفرجوا على ناس جايه تكسر الحصار على اهل غزه، ولا شاغلين بالهم. 50 مليون كانوا مستنيين الاهل يلعب. المساجد كانت فاضيه، لكن القهاوي مليانه، والناس قاعده لما للفجر بتتفرج على الماتش. ايران بالنسبه لي ما بتدافعش عن الإسلام ولا ليها دعوة بالإسلام. إيران ليها مشروع توسعي بتسعى ليه، عايزة تعمل إمبراطورية، عايزة تسيطر على الشرق الأوسط بالكامل. وفي سبيل الكلام ده قتلت من المسلمين اللي هم أهل السنة إحنا أكتر من اللي الصهاينة والأمريكان قتلوه مننا في السنين اللي فاتت. روح كده شوف إيران قتلت قد إيه في اليمن ولسه بتقتل، قتلت قد ايه في سوريا، قتلت قد ايه في العراق ولسه بتقتل، وفي لبنان. هتلاقي ان الاعداد ترعب. فانا مش من هواة الدولة دي، وعارف ان الدولة دي اشد وطأة على اهل السنة من اليهود ذات نفسهم، وعارف حلمهم القديم من يوم الاسلام ما دخل في بلادهم، والحقد اللي في قلوبهم، وعايشين في الوهم هيرجعوا الامبراطورية الساسانية ولا الاخمينية من اول وجديد. فايران ما بتدافعش عن الاسلام في شيء، ايران ليها مصالح بس ناصحة، عرفت مصلحتها واتعلمت من التاريخ. شافت صدام حسين وهو بيعمل مفاعل نووي والصهاينة بيضربوه له وما قدرش يرد. شافوا العراق اما جه عليها الدور عملوا فيها ايه، فاتعلمت على الرغم من الحظر اللي مفروض عليها بقاله حوالي اكتر من 40 سنة. مش هنقدر نصنع طيارات ولا هنستوردها، يبقى نصنع صواريخ ونجتهد فيه، وربنا ادالهم على قد اجتهادهم.
النهارده الصهاينه بتطلع تضربهم، بيرد عليه بصاروخ واثنين وثلاثه، وضرب له تل ابيب وضرب له حيفا وهيضرب كمان لو حكمت. انت بقى لو الصهاينه دخلوا دمروا الميليشيا بتاع الجمبري وبتاع الكفته دي، انت عندك حاجه ترد بيها؟ ما اظنش ان عندك طياره ترد بيها، ولا عندك اي شيء ترد بيه. وهم كده كده لا هيضربهم ولا هيعملهم. كل العرب بما فيهم ابن مليكه ومن بعد منهم الشعوب خدامين عند الكيان وعايشين لخدمه الكيان. واحنا بنتكلم دلوقتي في 5 مواني في مصر شغاله عماله تشحن بضاعه للكيان، والمصري ما يقدر يطلع ولا يفتح بقه، ما يقدر يطلع ولا يفتح بقه. الحرب اللي دايره ما بين ايران والصهاينه هتقف، مش هتطول كتير. جوله من ضمن جولات لسه هتيجي بعدين. نتنياهو من يومه وهو عايز يقضي على كلمه ايران وبيتحجج وبيتلكك. ترامب مذبذب مش قادر ان هو ياخد قرار حرب، لان عارف ان حرب في المنطقه دي اللي لها تداعيات كتير ابقى نتكلم عنها بكره، ماشي، او النهارده ان شاء الله لما ابقى اعمل الحلقه. وانا بالنسبه لي لو ايران بعتت على الصهاينه 100,000 صاروخ، انا بدعي من ربنا واقول اللهم ينزل كل واحد فيهم على هدفه، ما في واحد فيهم يخطئ هدفه، ويشيلوا في سكتهم كمان اكبر خسائر ممكنه. مش باكي على حاجه، لأول مرة كده حرب ما يكونش النزيف فيها من أهلي. أي واحد يحارب الدولة دي اللي اسمها الكيان، آسف، مفيش مشكلة، بشجعه بقلبي وبأيده وكل شيء، بأيد اللي هو بيعمله، لكن ما بأيدوش هو. أنا ما نسيتش مين إيران وما نسيتش مين الصهاينة. القافلة جت، وقبل ما تيجي الهبل اللي فيكم طلعوا عملوا عبط، يا ترى هيدخلها يا ترى هيعملها، وكلكم عارفين ان هي مش هتدخل، وكلكم عارفين تخاذل الشعب ده، بس كله طلع ركب الترند بلا استثناء. فرصة اركب الترند، قول القافلة جاية ده ترند، يمنع القافلة قول ده كمان ترند، يضرب بتوع القافلة ده كمان ترند، ترجع القافلة ده كمان ترند، نركبه ونقول ابن مليكة الخاين الصهيوني، وكأن المصريين مش عارفين ان ابن مليكة صهيوني، وكأن المصريين ما شافوش خيانات ابن مليكة قدام منهم على الملأ. الشعب لحد النهاردة مع الأهلي بيردد كلام أبو تريكة، بيستهزأ باسم المولى عز وجل، ويطلع يقول إن شاء الله زيزو هيكسب، الأهلي هيكسب، وما النصر إلا من عند الله للأهلي. بيقروا سورة ياسين عشان الأهلي يكسب، بيكتبوا آية الكرسي علشان الأهلي يكسب، بيطلعوا بيكرروا كلام الفجرة اللي بتغويهم وبتحببهم في القمار. واشرف ما فيكم اللي بيقول على نفسه حر، اللي بيقول على نفسه متربي، اللي حافظ كتاب ربنا، ما يتجرأ ويقول لهم قوموا من قدام التلفزيون، ولا يتجرأ ويقول الكرة حرام، اتقوا الله في اللي انتوا بتعملوه، وانتم مكملين ضياع في ضياع، سيرك ومولد واتنصب. ما احناش ملاحقين نتسلى فين ولا فين. نتسلى في عركة إيران والصهاينة اللي كانت منصوبة برضه في نفس الميعاد السنة اللي فاتت، وضابط المخابرات عايزك تتسلى في الليلة دي، يدخلك اللجان يقول لك ده الصين داخلة وروسيا داخلة والبرازيل داخلة وكوستاريكا داخلة والملحمة الكبرى وهنتجمع في سوريا، وهي دي أحاديث آخر الزمان والمكان، وانت التوه. او الجاهل يقول لك الله يخليك يا جيش بلدي، ده الحرب هتقوم، هو انا ليا من غير الجيش؟ ضابط الجيش وابن مليكه ماشي معاكم بنفس مبدأ الصهاينه، استفيد من اي شيء ان شاء الله يكون مصيبه. ابن مليكه اختفى كالعاده عشان ما يوجعش دماغه، وصدر لكم دين المعزه اللي لا بيهش ولا بينش ولا بيستر عوره مصطفى مدبولي، وقال له اتعامل مع شويه الغجر دول لحد ما ابقى ارجع لهم كمان يومين برفع في الاسعار ورفع، وانفخ ابوهم وابو اللي خلفوهم. زي ما رئيسك حقير وحقر من شأن بلدك، انت كمان حقرت من نفسك وحقرت من شأنك، وما زال الجهل ضارب عليكم. اشرف ما فيكم بيتسلى وبيعمل فلوس من على قفاكم، اشرف ما فيكم مش شاغل باله غير بالكلمتين اللي بيطلع يرترشهم عليكم ويمشي، وكل واحد مصمم على اللي هو فيه، كل واحد مصمم على سكة الكذب والنفاق اللي هو فيها، وانتوا اللي بتدفعوا الثمن، انتوا اللي بتدفعوا الثمن. عشان كده ما طلعتش ومسكت لك الطبلة وامسك ايران، امسك اسرائيل، امسك احلل لك، الحق ده بوتين عطس وقال على الطلاق لمدور الضرب فيهم بالنووي، الحق ده الصين راح جايه مفجره 35 قنبله هيدروجينيه في الفضاء الداخلي والخارجي والوسطاني، وهي كمان داخله الحرب.
انا بعرف اللي ضابط المخابرات مشغلهم من الليله دي. الواحد مش عبيط وياما شفنا، لكن انتوا لا عايزين تتعلمهم ولا عايزين تتكلموا. انتوا اشرف ما فيكم عايز يحسن شروط العبوديه، اشرف ما فيكم مستني معجزه تنزل له من السماء يشيل له ابن مليكه ويجيب له الاكل والشرب ويحطه لحد عنده. اشرف ما فيكم مش عايز يغير ما بنفسه، فالمولى عز وجل يغيره. مفيش مشكله، نطلع نعمل الحلقه النهارده ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت القاهره باذن الله، 8 بتوقيت لندن هنا، ونبقى ايه نشوف الدنيا ماشيه معاكم ازاي، ونشوف ان شاء الله هترسى على ايه. واستمتعوا، اظن قدام منكم الفناكيش ما انتوش ملاحقين. يا بختك يا ضابط المخابرات، جات لك على الطبطاب، ما انتش محتاج لا تولع في قطورات ولا تولع في كنايس ولا تعمل حوادث ولا تقتل في الصعيد ولا ترمي ناس من البلكونات من القاهرة. الفناكيش اشتغلت رباني زي ما بيقولوا. يا بختك، ارتاح لك يومين، ارتاح لك يومين وتولع على الساحل الشمالي دي لو ما كانتش ولعت، يومين وهتولع في جمصة وراس البر وبلطيم وعليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. لما انتوا حافظين احاديث اخر المكان واخر الزمان، مستني ليه تهلك مع الهالكين؟ مستني ليه تكون غثاء سيل؟ اسمع كلامك ما صدقكش، اشوف كذبك وخيبتك ما استعجبش. انتوا بتقول اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. انا بقول لك لا، اسمع كلامك ما صدقكش، شوف خيبتك وقله ادبك ونفاقك ما استعجبش. مفيش مشكله، تابعوا اخبار ايران براحتكم، شوفوا الحرب هترسى على ايه، وكانك ليك لازمه في الحرب دي او في اي حرب غيرها، وكانك مش مجرد انسان جعلوك حقير ملكش لازمه دايما مفعول بيه. لكن عايز اعرف الاخبار، اصلها خناقه ولازم نقف نتفرج. بنحب احنا نتفرج، احنا سيب من يتفرج. وبعد الفرجة عملنا ايه؟ يلا بيتك. فعلا الجهل ليه ناس تعشقه. ربنا يهديكم الى ما فيه الخير. نتقابل النهارده. سلام يا احرار، مع الف سلامه.